السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم بنحكي لكم قصة رهيبة صارت لي بالتكوين المهني هنا في الجزائر، فجهز لك كوباية شاي يا جميل يا حلو انت واستعد للضحك. يلا قبل كل حاجة يا جماعة لازم تعرفون انه هنا التكوينات المهنية في الجزائر عبارة عن لغة فرنسي، والعبد الفقير لله الشفقارة ما يفهم حاجة بالفرنسي كيف. المهم فأنا من ذكائي فكرت قلت لازم أجيب معايا صاحبي اللي يدرس لونج عشان لما نروح المعهد هذا يترجم لي. ولحظة إدراك إن صاحبي معيد الباك 3 مرات ولا نجح. 3 مرات ولا نجح، والله إني جبت وجوده زي عدمه. المهم رحنا قبل 10 أيام يا جماعة الخير علشان نسجل في هذا المعهد، عشان يعطونا الكونفرساسيون هذا الاستدعاء يكونفرساسيونك باش تروح تتجوز. شوفوا صورتي بالله اخي جميل يا اقسم بالله. المهم اليوم رحنا انا وصاحبي هذا، يا ليتني ما رحت معاه. المهم وعلى دخلتنا يا جماعه الخير بوابه المعهد الجميل الا وانصدم، كلهم يتكلمون فرنسي، كلهم والله العظيم كلهم. والله العظيم كان في كلب جنب الباب يا اخي حسها وهوته غير، والله كلب كان اصفر، الكلب كان لونه اصفر يعني احسه من عندهم مش من عندنا يا اخي. المهم على دخلتي للمعهد يا جماعه كلهم فرنسي. سي كونت ميل هاو اباوت يو. ايش هذا؟ المهم يعني انهم يتكلمون فرنسي. وعلى دخلتي كانوا في ناس كثير محوطين على لائحه، المفروض انك تروح هناك تشوف اسمك باي قاعه عشان تروح للقاعه، الا واصدم مع صاحبي وصاحبي من وراه يعني المترجم. هو حمار والله ما يفقه فيها حاجه. المهم رحت يا اخي لقدام هذيك اللائحه عشان ادور اسم محمد، الشيكو رجع فيهم هذاك. بعدين وصلت للائحه اللي كان في بنات كثير مجتمعات يعني حول البنات تعرفوهم يا اخي فرحات. المهم دخلت يعني كذا بعدت كذا مدري عشان اشوف اسمي محمد، الا اشوف اسمي لا سال ديس يعني رقم 10 اللي ما يفهم. يعني صرت افهم يعني. لحسن الحظ ان صاحبي طاح معي بنفس القاعه يعني، وسبحان الله رزيقة ربي جنب بعض طحنا. وعلى كل حال صاحبي يعني كان وجوده زي عدمه، بس المهم يعني اني فرحت يعني كان المفروض انه بيترجم لي وما ادري ايش. بس المهم على دخلتي القاعه كلاس دو ديس اتلاقيت في المدير، والله العظيم قسم بالله على دخلتي والله اني دخلت هذا مع الكلاسه قال لي انت سمارك مش جزائري، شافني اسمر وانا انفجعت يعني انا ناقص فجايع ادخل على فرنسي اشوف كلب اصفر يجيني المدير يقول لي انت مش جزائري. ايش قال لي يا اخي انت جمالك وحلاوتك واقسم بالله كذا، قال لي انت من المشرق العربي صح؟ قلت له صح انا مش جزائري. قال لي والله احنا خاوه والجزائري وانت فوق راسنا، وجلسني في الطاوله وقال لي هذا انتبهوا عليه وترجموا له فرنسي، وانا فرحت والله فرحت. المهم فسوينا اول اختبار معلومات ثقافيه. المهم كانت المعلومات الثقافيه هذه عباره عن يعني معلومات ثقافيه، يعني مثلا يقول لك الاحمر لما تخلطه مع القزقزاء يخرج لك سروداحي، يعني مثلا هذه يعني زي هذه الاسئله. بس المصيبه يا جماعه انه جلسوني جنب صاحبي والاسئله كانت بالفرنسي اصلا، انا كنت احسب انها بالعربي يعني، قالوا لي ثقافه قلت ثقافه اكيد بالعربي، الا يحطوا لي الورقه فرنسي. وانا كذا احشب معايا القلم هذاك ابو 2000 دي ابو 2000 اشتريته غلطه. الا اشوفها فرنسي. السؤال الاول يعني المفروض انه يقول لك يعطيك كلمه اسمها ميزو يعني بيت من الظاهر ميزو، حولها لي على شكل رسمه ودخل لي الكلمه في النص. كيف؟ المهم يعني بهذا المعنى يعني. وانا اشوف كذا عيني اللي عند صاحبي يغش لي، وصاحبي مسكين ضايع هو الثاني، صاحبي اصلا السؤال ما فهمه، انا على الاقل فهمت السؤال، شفت الرسمه سووا لنا رسمه سمكه وبيت وبون حلوه ما ادري. المهم